Giờ thằng Tư này nó đỡ rõ ràng. Nhiều người hồi giật nợ ghê, đi ghê bây giờ. Thấy mới đăng lên Facebook nữa đó, của Linh A gì đó, cô trả tiền cho con gì mới đăng lên Facebook. Chị thấy đăng lên Facebook á, có Facebook nào đăng lên đó, cô Linh A gì cô trả tiền cho con vậy đó.
Nãy bà Nhung không dám gọi chân Việt là bà sợ bà nghe được cái cao mà thiệt á, bà không dám gọi, bà yếu đuối như vậy luôn á, không dám gọi mà. Cái ta mà bác ốc vít mà đi cái gì, đi vô đến đó là khiêng đồ cho cháy á. Ít cái sọ nhưng mà đã từng sọ thì định phải có chứ, chưa bao giờ nó sọ thì nó đỡ khó à. Không có mà, nghĩ thằng Việt nó cũng hay dữ lắm á chứ. Không dữ nhiều nhưng mà vẫn có dữ. Hồi xưa chị thấy cái thời anh chị nha, bọn bè anh chị á, nhiều ông không đi lò cũng không đi hạt luôn mà sao không đi nghĩa vụ hè. Ví dụ như chạy thì đối với cái đứa nó đang đi làm thì mới chạy, chứ không đi làm gì thì thôi thì đi đúng không. Xong có nghĩa vụ chân ghế hè, sao là đứa nào lì cho đi luôn, vô chơi nghĩa vụ nó huấn luyện một trận, tự ý thức hơn. Đứa nào bị mụn nó mới nót bát chứ còn đứa nào không bị mụn đang lái luôn. Người ta nó đang nhẹ nhẹ còn đây đang lái luôn. Ủa nó BD thì liên quan gì, nó không đi. Ủa nó ẻo lả nhưng mà nó đầy đủ, nó đi thôi chứ liên quan gì, chứ là sao biết nó BD đúng không. Thì sao vậy. Rồi đi chưa, đi về chưa. Ồ vậy thì tính là nó đâu phải BD. Mày cũng mà tự nhiên hồi xưa rồi ái nó khùng quá vậy đó, nó còn lận tươi nó mới thích ghế chứ. Chứ sao bây giờ nó thích ghế. Không mày có mà giờ nó vẫn thích ghế thì con tê thì tao tin, chứ còn bây giờ về cái thích ghế. Nhưng mà giờ nó có bùa chưa. À vậy hả, nói chung là men hơi hồi xưa nhưng mà vẫn thích tê à hay là thích ghế. ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير. فيديو جديد مع بعض النهارده. حط لايك للفيديو واشتركي في القناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة
او الجاتو شاتو. هنعمله بقى بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير بسيطة جدا ان شاء الله بإذن الله موجودة في كل بيت. يلا بقى بينا كده نبدأ ونقول بسم الله ونشوف كده مع بعض المقادير. النهاردة انا هعمل الكيكة في الخلاط بطريقة بسيطة جدا علشان تبقى سهلة كده عليكم. اول حاجة كده ضفت كوباية من السكر، وبنفس الكوباية هضيف كوباية من اللبن، كله كده هعايره بنفس الكوباية او بنفس المج. تمام. هضيف كمان نص كوباية من الزيت، كله كده في الخلاط. وهضيف 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام. الكاكاو ده نوعه اسباني، ده كاكاو خام طعمه حلو جدا، يعني افضل حاجة تقريبا. هضيف كده 3 معالق كبار مليانين بما يعادل نص كوباية. تمام كده. يبقى كده ضفنا كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من الكاكاو الخام. هبدأ بقى اضرب كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا جدا في الخلاط لحد ما يبدأ معايا كده يعمل صوص الشوكولاتة. اضرب كويس كده لحد ما الاقي القوام معايا كده تقل. تمام. بصوا عايزه اقول لكم اسهل كيكه تقدري تعمليها بصوص الشوكولاته كده. خلاص شايفين بقى القوام بتاعه ما شاء الله. هبدأ بقى اخد كده من الصوص دوت ملو الكوباية الصغيرة دي كوباية شاي صغيرة هملاها كده من الصوص دوت، وهركنها على جنب وهقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. تمام كده. نركنها بقى كده على جنب، وتعالوا بقى نشوف بقى باقي الخليط اللي معانا في الخلاط. هضيف عليه بيضتين ورشة فانيليا، وهرجع اضرب تاني كويس جدا. معايا هنا بقى في البولة كوباية ونص من الدقيق، هضيف عليها باكو من البيكنج باودر ورشة ملح. وطبعا الدقيق معايرينه برضو بنفس المج او نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها باقي المقادير. تمام. هضيف رشة ملح وهقلب بقى المكونات الجافة دي كده مع بعض، وبعد كده هبدأ اضيف عليها كل المكونات اللي ضربناها في الخلاط. تمام كده. هضيف بقى كده الخليط اللي معايا في الخلاط، وبالمضرب اليدوي بقى، وهبدأ اقلب الخليط بتاع الكيك ده كويس جدا جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما معايا. وطبعا تحاولي ان انتي تقلبي في اتجاه واحد. تمام كده. طبعا مفيش اسهل من كده، كيكة سهلة جدا جدا، في دقايق هتكوني محضراها، وكمان ان شاء الله كل المكونات عندك في البيت، يعني مش هتكلفك حاجة غالية خالص. وزي ما انتوا شايفين كده في دقايق كنا مجهزينها. هقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي خالص معايا. شايفين بقى القوام دوت، قوامها كده حلو جدا. خلاص بالسباتيولا بقى كده، وهبدأ انزل كده كل اللي في الجناب واقلب كويس واتأكد ان مفيش دقيق خالص. وتعالوا بقى نجهز مع بعض الصينية او القالب اللي احنا هنعمل فيه. انا هعملها النهاردة في القالب البايركس دي او في الصينية البايركس ده زي ما انتم شايفين. اديها كده مسحة بالفرشة كده من الزيت، ومش هبدرها دقيق ولا اي حاجة. الكيكة مش هتلزق خالص فيها، وهتشوفوا دلوقتي معايا بعد ما تستوي. اديتها بس كده مسحة كده بالفرشة كده بحاجة بسيطة خالص من الزيت. وبعد كده هنزل بخليط الكيك. عايزه اقول لكم في الوقت دوت كنت شغلت الفرن علشان تسخن على درجة حرارة 200، وهندخلها على الشبكة. هتقعد كده حوالي معانا من 40 دقيقة ل 45 دقيقة.
كده خلاص دخلتها كده الفرن. تعالوا بقى كده نشوفها بعد ما استوت وخرجت معانا من الفرن. هنختبرها طبعا كده بخلة. هتلاقي كده الخلة او سن سكينة او اي حاجة. ده كده اللهم صل على سيدنا محمد. بقعد كده من عيدين الطاووق. هبدأ كده اعمل لها كده سكوب، علشان لما ننزل عليها صوص الشوكولاتة انا عايزاها تشرب كده كلها من صوص الشوكولاتة ويبقى طعمها حلو معانا. بقى نجيب بقى الكوباية اللي احنا حسناها على جنب، وهبدأ بقى كده اوزعها على الكيكة. شايفين بقى عملنا كيكة بصوص شوكولاتة من غير شوكولاتة اصلا. بس عايزة اقول لكم بجد طعمها خطير، بجد والله العظيم طعمها خطير. جربيها بجد هتعجبك جدا جدا وهتعجب ولادك. يعني بصي انت بتاكلي قطعة جاتوه مش بتاكلي كيكة. طبعا دلوقتي الاسعار غالية جدا. شوفي دلوقتي دستة الجاتوه بكام. لو هتجيبي دستة جاتوه هتبقى بمبلغ وقدره. فلا خالص، احنا هنعملها كده في البيت، تكاليف بسيطة جدا جدا، ما كلفتناش كتير خالص. وهنبدأ بقى كده نزوقها بأي حاجة عندك. ممكن تستكفي بس كده بصوص الشوكولاتة وخلاص، على كده برضو هتبقى حلوة جدا. انا كان عندي كده فورماسيه اللي هو الملون، رشيت كده عليها يديها بس كده شكل. تقدري بقى تزينيها بكريز، بقطع شوكولاته عندك، بكريسبي اللي موجوده عندك في البيت اعملي بيه. زي ما قلت لك ممكن ما تضيفيش اي حاجه تاني خالص عليها وتستكفي خلاص كده بصوص الشوكولاته. برضو هتبقى جميله جدا وهيبقى طعمها لذيذ جدا جدا. زي ما قلت لك طبعا قطعه الجاتوه او دستة الجاتوه بره غاليه. فاحنا هنعمل كده لاولادنا جاتوه في البيت بطريقه اقتصاديه، مقادير اقتصاديه جدا جدا جدا، وبطريقه بسيطه مش تاخد معاكي وقت خالص. في دقايق هتكوني مجهزاها. شايفين بقى شكلها. هستنى بقى عليها بس كده دقيقتين 3 تهدى شويه، وتعالوا بقى نبدا نقطعها مع بعض. قطعيها بقى كده القطعه اللي تناسبك. يعني حابة كده تقطعي القطع كبيرة، تقطعي القطع مربعات صغيرة زي ما تحبي. تمام. شايفين بقى ما شاء الله جميلة جدا الكيكة. عايزة اقول لكم هشة جدا جدا جدا، وبجد طعمها خفيف كده وحلوة قوي. وشايفين ما لزقتش خالص في قلب الصينية زي ما قلت لكم. طيب عملت لي كام قطعة؟ عملت لي كده ما شاء الله 12 قطعة. شايفين بتتقطع ازاي، قد ايه هشة وجميلة. 12 قطعة طبعا بمقام دستة جاتوه. شوفي بقى احنا لو كنا اشتريناها من بره كانت هتكلفنا قد ايه. عملناها بمقادير بسيطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهارده. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة. نسقيها كده بصوص شوكولاته اقتصادي وجميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله الكيكه تعجبك. تعالوا كده نبدا بسم الله ونشوف كده المكونات مع بعض. النهارده هعمل الكيكه بتاعتي في الخلاط، يعني بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه كده حطيتها كوبايه وربع من السكر. هنضيف عليهم 3 بيضات ورشه فانيليا. النهارده انا هستعمل الخلاط. حابه تعمليها في الخلاط، حابه تعمليها بمضرب البيض، او حتى بالمضرب اليدوي عادي خالص مفيش مشكله. الكيكه النهارده بتاعتنا مقاديرها سهله وبسيطه، وباذن الله هتعمليها في في 10 دقايق هتكوني محضراها ان شاء الله. كده تمام. هضيف كمان معلقه من الخل، برضو بيساعد على رفع الكيكة، وكمان مش بيعمل زفارة خالص للبيض. يعني لو انت خايفة من زفارة البيض ولا حاجة، طبعا الفانيليا ومعلقة الخل بتبقى ضروري جدا. خلاص تعالوا بقى نضرب كده مع بعض في الخلاط السكر والبيض والفانيليا ومعلقة الخل اللي احنا ضفناها.
هضربهم كده كويس، وبعد كده هنضيف باقي المكونات عليهم. هضيف بقى كوباية من اللبن، كوباية مليانة طبعا، نفس الكوباية اللي انا بعاير بيها السكر والدقيق والزيت واللبن، نفس الكوباية هي. تمام، يبقى كله بنفس كوباية واحدة علشان يبقى المقادير معاكي مظبوطة. كده ضفت كوباية اللبن ورجعت ضربت تاني الخلاط، وبعد كده هبدأ اضيف كوباية الا ربع من الزيت، وهرجع اشغل خلاط تاني على الخليط بتاعنا، وهضربه بقى كويس جدا جدا. تعالوا كده نعيد تاني مع بعض المقادير ونشوف احنا معانا ايه في الخلاط. معانا كوباية وربع من السكر، 3 بيضات، رشة فانيليا، معلقة من الخل، بعد كده نزلنا عليهم بكوباية من الحليب، كوباية مليانة، وبعد كده كوباية الا ربع من الزيت. خلاص كل ده كده ضربناه كويس جدا جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى افضيهم في البولة كده معايا. هنا بقى معانا الدقيق، معايا هنا كوبايتين من الدقيق طبعا منخول، يا ريت كمان تنخليه مرة واتنين، بيبقى بيديكي نتيجة حلوة جدا للكيك. كوبايتين من الدقيق ضفنا عليهم معلقتين كده من الكاكاو الخام، ده كاكاو خام اسباني بيتباع عند محل مستحضرات الحلويات. هنضيف كمان معلقة واحدة من النشا، وهضيف معلقة مليانة من البيكنج باودر، واخر حاجة هضيفها هي رشة الملح. تمام كده، هقلب بقى كله كده مع بعض، كل المكونات الجافة كده هقلبها كده واخلطها مع بعض كويس جدا، وبعد كده هضيفها على الخليط بتاعنا وبالمضرب اليدوي بقى، وهبدأ اقلب في اتجاه واحد. على فكرة ممكن تعملي كل الخطوات دي بالمضرب الكهرباء، لو انتي حابة يعني هيسهل عليكي كتير كمان. خلاص هضيف بقى كده نص المكونات اللي معايا، وهقلب بالمضرب اليدوي عادي خالص، وبعد كده هبدأ اضيف باقي المكونات. خلاص في اتجاه واحد كده وقلبي. عايزه اقول لكم بقى في الوقت دوت انا كنت مشغله الفرن علشان يسخن، علشان ادخل الكيك بتاعي على فرن يكون سخن. خلاص كده حطيت كده المكونات كلها، قلبتها كده في اتجاه واحد، وراعي وانتي بتقلبي كده علشان الهواء ما يخرجش من خليط الكيك، ويبقى معاكي ان شاء الله كده طريقته ناجحه. كده تمام. بصوا بقى القوام بتاع الكيك كده حلو جدا، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. جبت بقى القالب اللي انا هحط فيه الكيكه بتاعتي، وايا كان بقى عندك قالب بايركس او صينيه عادي خالص بتاعه الفرن اللي انت حباه. دهنت كده بس مسحه كده بالزيت، وهبدا اضيف الخليط الكيك في القالب بتاعي. خلاص تعالوا بقى ندخله كده الفرن زي ما انتم شايفين كده على درجة حرارة 200. هيقعد حوالي كده من 30 دقيقة ل من 20 دقيقة ل25 دقيقة. تمام، او حسب يعني درجة حرارة الفرن عندك. هنا بقى كانت الكيكة استوت، وكنا خرجناها كده من الفرن زي ما انتم شايفين،
طبعا اختبرتها الاول قبل ما اخرجها بالخله كده، لو طلعت معاكي ناشفه ما فيهاش اي حاجه كده تمام، الكيكه معاكي استوت. لكن لو طلع فيها خليط يبقى تسيبيها شويه. عملت لها بقى كده سكوب او اخرام كده بالخله او بسن سكينه رفيعه عادي. وتعالوا بقى نسقيها كده بكوبايه الحليب او كوبايه اللبن دي، هتديها طراوه حلوه جدا جدا. بجد الخطوه دي حلوه قوي ومهمه جدا، يعني بتخلي كده الكيكه معاكي قلبها طري كده وجميل. تعالوا بقى كده ركننا خلاص الكيكه على جنب. تعالوا بقى نعمل صوص الشوكولاته اللي هنحطه على الكيكه بتاعتنا. معانا كده كوبايه، نص كوبايه من السكر، هنضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايه من الحليب، ونص كوبايه من الزيت. تمام كده. مكونات الصوص معانا سهله وبسيطه وان شاء الله موجوده في كل بيت. يعتبر كده صوص الشوكولاته ده من الصوصات اللي هي الاقتصاديه جدا. هقلبهم كده شويه على البارد وبعد كده هرفعهم على النار على طول. تمام كده بقى جينا على البوتاجاز، وهبدا بقى كده اقلب فيه لحد ما الصوص يغلي كده معايا ويتقل شويه. هضيف له كمان مكعب كده من الشوكولاته الخام، هيعزز معايا الطعم بتاع صوص الشوكولاته وهيبقى حلو قوي. طبعا ده اختياري، لو مش حابه تضيفيه خلاص، بس زي ما قلت لك هو هيعزز معانا الطعم. خلاص كده بعد ما الصوص معايا غلي خلاص طفيت عليه. تعالوا بقى كده نصبه على الكيكه بتاعتنا. بجد بصوا حاجه كده رهيبه وجميل جدا جدا. طبعا الكيكه بقى هتشربه كله، عايزه اقول لكم يعني هيبقى ما شاء الله في كل حته كده من الكيك، آه جواها ومن بره. يعني اللي هيجي ياكل قطعه من الكيكه هيلاقيها كده غرقانه في صوص الشوكولاته. خلاص استنيت بقى عليها كده دقيقتين، وتعالوا بقى كده نقطعها مع بعض. عايزه اقول لكم بجد الكيكه دي تحفه، خصوصا بقى لما تدخليها التلاجة وتستني عليها كده شويه لما تسقع. قدميها بقى مع بيبسي، مع قدميها كده لوحدها، بجد حلوه جدا جدا. بجد ولادك هيحبوها قوي. جربوها كده بالطريقه دي وقولوا لي رايكم في التعليقات. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. كده بقى قطعت لكم منها قطعه كده، شايفين بقى ما شاء الله صوص الشوكولاته في قلبيها ازاي من بره ومن جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم ورحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهارده. حط لايك للفيديو وتعليق قمر زي كده علشان تشجعيني. يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى هعمل معاكم طريقه البشاميل للبنات بقى اللي لسه مبتدئه تخش المطبخ تتعلم. كان حد طلبه مني، يعني بنوته كده في سن ال 12 سنه، عايزه كده تبدا تتعلم في المطبخ تعمل ازاي البشاميل لوحدها. فهي بتشتكي ان هو بيبقى معاها مش ناجح خالص. هنعمله النهارده بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا جدا، اي بنوته صغيره تقدر تخش المطبخ وتعمله بكل سهوله. تعالوا كده نسمي الله ونقول بسم الله ونشوف مع بعض الطريقه، ويعني الحاجات كده البسيطه اللي تقدر تخلي معاكي البشاميل ناجح 100%. اول حاجه كده حطيت في الحله بتاعتي 3 معالق او معلقتين كبار من السمنه. خلاص سبتهم كده لما يسيحوا خالص ويسخنوا. ضفت كمان معاهم مكعب مرقه، ده بيدي تيست حلو جدا جدا للبشاميل. لو مش حابه المرقه تقدري ان انت تستغنى عنها خالص، مفيش مشكله، بس زي ما قلت لكم هو بيدي تيست حلو قوي وطعم حلو جدا للبشاميل. خلاص هنضيف بقى 5 معالق كبار من الدقيق. بصي تقدري ان انت تضيفي 4 الاول وتقلبي كده وتشوفي القوام قدامك عامل ايه، او تضيفي ال5 معالق كده زي ما انا ضفت. تمام. شايفين القوام عامل ازاي؟ السمنه مع الدقيق
وبالمضرب بقى كده اليدوي كده، وتفضلي كده تقلبي تقليب مستمر علشان الدقيق كده يبقى معاكي كريمي. خلاص، النار بتاعتي بتبقى متوسطة، ما بتبقاش عالية ولا واطية، بتبقى نار متوسطة، وهفضل اقلب كده ايزي فيه كده على طول في الدقيق لحد ما لونه يبقى ذهبي. خطوة مهمة جدا خلي بالك منها الخطوة دي، ان انت تبقى ايديكي كده على طول مستمرة بالتقليب علشان الدقيق ما يتلسعش منك. تمام كده، لحد ما نلاقي لون الدقيق كده بقى لونه ذهبي كده محمر، وهروح نازله على طول بالحليب او باللبن اللي عندي. تمام، بصوا انا مبطئه الفيديو علشان يعني المعلومه توصل لكم والطريقه كمان، وتبقى يعني بالنسبه لكم سهله ان شاء الله باذن الله، وتعملوها بكل سهوله. طبعا الفيديو دوت انا عاملاه مخصوص علشان البنات الصغيره، لكن بالنسبة لنا احنا كلنا شطار، ستات بيوت شطار وبنعرف نعمل كل حاجة، بس طبعا ما ننساش بقى بناتنا الصغيرين اللي لسه بيتعلموا، فلازم كده نطول بالنا معاهم. خلاص كده دي اخد اللون الذهبي اللي انا قلتلكوا عليه، وهبدأ انزل باللبن. معايا كده كيلو من اللبن، ممكن تخلي نص مثلا لبن ونص شوربة زي ما انت عايزة. تمام، برضو مع التقليب المستمر كده علشان ما يحصلش معايا اي تكتلات خالص في البشاميل. هتحصلي بقى على بشاميل كريمي جدا جدا. هنا بقى في الوقت دوت هنزل كده بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان معلقة من الملح، وهبدأ اقلب برضو. تمام كده، وهفضل بقى اقلب لحد ما القوام بتاعه يتقل معايا. زي ما قلت لكم النار بتاعتنا بتبقى متوسطة، ما تبقاش عالية. شايفين بقى ما شاء الله ما حصلش فيه اي تكتلات خالص. بصوا قد ايه هو كريمي معايا. طيب هعرف ازاي ان البشاميل بتاعي استوى؟ لان السؤال دوت انا بتسأله كتير جدا من البنوتات الصغيرين. هقولك دلوقتي، وتابعي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي. هو دلوقتي لسه مربطش معايا، يعني لسه خفيف، هستنى عليه برضو شوية، وزي ما قلتلك كده ايدك فيه على طول تقليب مستمر. اوعي ابدا تسيبيه على النار وتقولي هروح اعمل حاجة وارجع له، لا خالص، علشان يطلع معاكي بشاميل ناجح. شايفين بقى كده بدأ خلاص اهو يتقل معايا. اول ما يبدأ كده يعمل فقاعات كده معايا اعرف ان البشاميل بتاعي استوى. تمام، يعني ايه اللي هو بيبقى داخل في غليان كده. بصوا بقى جبت الاسباتيولا كده علشان اوريكم بقى القوام بتاعه. شايفين بقى القوام بتاعه جميل جدا، وكمان كريمي جدا جدا، مفهوش اي تكتلات خالص. القوام بقى اللي انت حباه خفيف عن كده، حباه تقيل شوية هتسيبيه شوية على النار، لكن لو حباه خفيف عن كده بتزودي شوية من اللبن.
بس هو كده بجد القوام بتاعه مناسب جدا جدا، حلو قوي. شايفين ما شاء الله؟ يعني زي ما شفتوا كده طريقته سهلة بسيطة، مش معقدة خالص. و يعني ما تقلقش بقى للبنات اللي هم قلقانين ان هم يعملوا البشاميل ومستصعبينه، لا خالص، سهل جدا زي ما شفتوا. تقدري بقى كده تخشي كده بقلب جامد بقى المطبخ وتعمليه، وتعملي بقى كده احلى صينية مكرونة بالبشاميل، وتفرحي بقى كده ماما يعني. وبجد هتكوني استاذة فيه ان شاء الله باذن الله. بس بقى بدأ يغلي اهو معايا زي ما بقول لكم كده، تلاقوا كده بيعمل فقاعات كده، خلاص تعرفي ان البشاميل بتاعك استوى، وتقدري في المرحلة دي ان انت خلاص كده تطفي عليه. قلبني كده بس اللي في الجوانب الحلة كده تمام. خلاص كده هطفي بقى عليه. وكده معانا النهاردة الفيديو طريقة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الفيديو عجبك ويكون سهل عليكي. آه ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهارده. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. النهارده بقى هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الكيس الحراري، معاها كمان خضار. هنعملها بقى بطريقه سهله وبسيطه، وكمان مش هنبهدل مواعين كتير ولا هتقفي كتير في المطبخ. طبعا الجو حر بقى وعايزين اكلات خفيفه كده وسريعه، ما توقفناش كتير في المطبخ، وكمان ما نطلعش منها مواعين كتير. تعالوا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة كده هنجهزها مع بعض التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا والخضار كمان. معايا كده حبيتين من الطماطم، معايا بصلاية كبيرة، معايا كمان قرن فلفل رومي. هقطع كل ده كده في الكبة علشان هفرمه. لو حابة كمان ان انت تضيفي قرن فلفل حراق مفيش مشكلة، ده اختياري براحتك خالص. هفرم بقى كل الخضار كده مع بعض، البصل والطماطم والفلفل. دي كده التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها الفراخ. عايزه اقول لكم تتبيله حلوه جدا جدا. هنضيف طبعا عليها دلوقتي التوابل والبهارات بقى بتاعتنا. خلاص كده فرمت كل كده في الكبه. لو ما عندكيش كبه تقدر ان انت تعمليها في الخلاط عادي خالص. لو هتعمليها في الخلاط حطي معاها كده حوالي ربع كوبايه ميه علشان يعني الخلاط يقدر يشتغل معاكي تمام. تعالوا بقى نضيف مع بعض البهارات والتوابل بتاعتنا. هضيف بقى كده فلفل اسمر، وهضيف كمان بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، من كل حاجه كده معلقه صغيره مليانه زي ما انتم شايفين. انا هعمل فرخه واحده، فانت طبعا لو هتعملي اكتر من فرخه هتضاعفي بقى الكميه. خلاص ضفت كده فلفل اسمر وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، وضفت كمان بابريكا معلقه برضو صغيره مليانه، وهضيف كمان بهارات مشاوي. البهارات دي بتبقى جايه جاهزه كده من عند العطار، لو عندك حطيها، مش عندك خلاص مفيش مشكله. هضيف بقى كمان رشه كده من القرفه، بتدي تيست حلو جدا. هضيف بقى كمان الملح بقى بتاعي كده حوالي معلقتين كده من المعلقه الصغيره دي. يعني هتظبطي بقى الملح كده، تقدري برضو ان انت تدوقي كده الخلطه بتاعتك وتشوفيها علشان تظبطي الملح ويبقى معاكي الفراخ تبقى حقيقه ويبقى طعمها حلو. خلاص كده خلاص ضفنا كده كل التوابل بتاعتنا. هضيف بقى الخل. هضيف كده حوالي معلقه كبيره مليانه من الخل، وهضيف كمان معلقتين كبار مليانين من الزيت. طبعا الاحسن يكون نوع الزيت بتاعك يعني من النوع النضيف علشان يعني يبقى طعم الفراخ معاكي كويس تمام.
خلاص كده هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. عايزه اقول لكم التتبيله دي بجد خطيره جدا، تقدري ان انت تعملي بيها فراخ، تقدري تعملي بيها لحمه وتشويها، يعني تستخدميها في كل حاجه، بصراحه حلوه جدا جدا. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم كمان ريحتها خطيره، وبجد بتخلي طعم الفراخ بقى والخضار معاكي كده بيبقى في منتهى الجميل. تمام كده، هقلبها كويس جدا. خلاص كده جبت بقى الفراخ بتاعتي، طبعا غسلاها كويس جدا بالخل والملح والليمون، ومنضفاها ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى كده بالتتبيلة، و هتبلها بقى كده كويس من تحت الجلد ومن فوق الجلد ومن كل حتة، علشان تبقى الفرخة كده متطعمة بالتتبيلة بتاعتنا ويبقى طعمها حلو. ساعة ما تيجي تاكليها تبليها بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين كده. ده كده شكل الفراخ بعد ما عملناها كده بالتتبيلة. هغطيها بقى وهشيلها في التلاجة يعني على الأقل كده ساعتين. تعالوا بقى نطلعها كده زي ما شفتوا كده بعد ما فات حوالي ساعتين كده على الفراخ وهي في التتبيلة كده. طبعا حطيتها في التلاجة. معايا بقى هنا الأكياس الحراري دي زي ما انتم شايفين كده. الكيس دوت المقاس بتاعه 36 في 43. طبعا الأكياس دي في منها مقاسات، في الصغير وفي الوسط وفي الكبير. خلاص، اهم حاجة قبل ما تحطي اي حاجة في الكيس الحراري لازم تبدريه كده بشوية من الدقيق، رشة كده بسيطة خالص من الدقيق. دي تعليمات موجودة على العلبة نفسها، علشان برضو تحافظي على الفرخة بتاعتك ان هي ما تلزقش معاكي بعد ما تستوي، ويعني الجلد بتاع الفراخ ما يلزقش في قلب الكيس وانتي بتطلعيها. فضروري جدا الخطوة دي. خلاص كده رصيت الفراخ بتاعتي، وطبعا اتبقى معايا شوية من التتبيلة مش هنرميهم. جبت بقى كده بطاطستين كده، حبيتين من البطاطس قطعتهم صوابع بس تكون يعني مليانة شوية، تكون محملة شوية علشان تستحمل معايا السوا. تقدري تقطعيها مكعبات. بصوا بقى تقدري ان انت تحطي اي نوع من الخضار انت حباه. ممكن تضيفي كمان كوسة بسلة وجزر مع البطاطس، يعني اللي انت حباه حطيه بقى. بجد بيبقى طعم الخضار في منتهى الجمال في الأكلة دي. هبدأ بقى كده هتبل بقى كده الخضار بتاعي او البطاطس بتاعتي كده في التتبيلة. حطيتها كده في التتبيلة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هفضيها كده في الكيس، وهحاول كده تبقى جنب الفراخ ما تبقاش عليها. هفضي بقى كله كده البطاطس بالتتبيلة اللي باقية كلها، مش هرمي اي حاجة خالص من التتبيلة دي. تمام اهو كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. تعالوا بقى نقفل الكيس. في الوقت دوت انا مشغله الفرن على درجه حراره 200 علشان الفرن يسخن معايا. هبدا بس هقفل الكيس كده كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. اكله سهله وبسيطه ومش تاخد معاكي وقت خالص. في نفس الوقت مش هتطلع لك بقى مواعين كتير، ومش هتقفي كتير في المطبخ في الحر اللي احنا فيه دوت. وكمان طعمها كمان بجد تحفه جدا. هقفل بقى الكيس كده دوت. القفل بيبقى جاي في العلبه مع الاكياس. هقفل كده بالكيس. وكمان زيادة اطمئنان بقى انا كمان ربطت الكيس، ربطت الحرف بتاعه كده علشان برضو ابقى مطمنة ان هو مقفول كويس. خلاص كده. هجيب بقى صينية بتاعت فرن، صينية عادي خالص اهي ما فيهاش اي حاجة، وهبدأ احط فيها كيس الفراخ معايا كده. وفي الوقت دوت انا كنت سخنت مية في الكتل. هضيف كده شوية من المية المغلية في قلب الصينية كده. بوريكم اهي شكل الكيس كده. شايفين ما استخناش مواعين خالص. هي دوب بس الصينيه بتاعتنا، وكمان مش هتتبهدل، هتشوفوا بعد التسويه.
اهم حاجة ان انتي هتفتحي فتحة كده في الكيس قبل ما تدخليها الفرن. هضيف بقى كده شوية من المية المغلية، شوية صغيرة كده، حوالي كوباية صغيرة تحت الكيس كده، وهدخلها الفرن. هتقعد حوالي ساعة ونص او ساعة وربع حسب درجة الحرارة. انا دخلتها على درجة حرارة 200. وده بقى كده شكلها لما استوت. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. الفراخ عايزة اقول لكم مستوية جدا جدا، والبطاطس كمان دايبة، طعمها تحفة. عملت جنبها رز بالشعرية، وتقدري تقدميها كده بالشكل ده، كل طبق كده لكل شخص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهارده. حط لايك للفيديو، يلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى هنعمل مع بعض المحشي مشكل. يعني زي ما انتم شايفين كده، محشي بتنجان وكوسة وورق عنب، ودي كمان كرنب وفلفل. وبصوا حاجة كده بجد في منتهى الجمال. هنعمله كمان بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. النهاردة هنسويه في الفرن بطعم مميز جدا جدا، بجد يعني غير اللي احنا متعودين عليه خالص. جربيه بالطريقة دي بجد هيعجبك جدا جدا. تعالوا بقى كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. معايا كده بقى حلة على النار، ضفت فيها شوية من الزيت وكمان معلقة من السمنة البلدي. طبعا دي اختياري براحتك، بس هي بتدي تست عالي للمحشي. خلاص، هنعمل كده التسبيكة بتاعت المحشي. اول حاجة ضفت كده كمية من البصل ده، زي ما انتم شايفين بصل مفروم كده، طبعا كمية كده حلوة. دول حوالي كده بصلتين كبار من البصل المفروم. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اشوحها بقى. هضيف عليها رشة من الملح، رشة بسيطة كده علشان بس تساعد معايا ان البصلة تدبل بسرعة. خلاص، اول بقى ما البصل كده ياخد لون كده معايا، مجهزة بقى معايا عصير الطماطم، ضرباه طبعا في الخلاط. وهبدأ اضيف بقى عصير الطماطم. طبعا هتضيفي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، على حسب كمية المحشي اللي انت هتعمليها وكمية الرز اللي هتسويه. تمام. هضيف بقى معلقة او معلقة كبيرة كده من الملح. هديها كده تقليبة وهغطي عليها وهسيبها بقى تتسبك معايا خالص. مش هضيف اي بهارات تاني دلوقتي خالص. تمام. غطيتها بقى وهسيبها لحد ما تتسبك. تعالوا بقى نشوفها كده لما التسبيكة بقى بتاعتنا كده بقت جاهزة. زي ما انتم شايفين كده ضفت فصين من الثوم، فصين ثوم مفرومين. عايزه اقول لكم بيفرق جدا جدا اضافه الثوم في الوقت ده. بيدي تيست كده حلو قوي قوي للمحشي. جربيه لو انت مجربتوهوش. ضيفي كده فصين 2 بس مفرومين، بجد هيبقى حلو قوي. خلاص كده هغسل بقى الرز وهبدأ اضيفه على التسبيكة. وهضيف كمان الخضرة دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده. بطلعها كده على طول من الفريزر بالتلج بتاعها كده زي ما انتم شايفين، وببدأ افضيها على طول على الخلطة. تعالوا بقى نضيف مع بعض بقى التوابل بتاعتنا. طبعا احنا ما ضفناش توابل خالص. ضفت بقى كده فلفل وكمون، طبعا من كل حاجة كده معلقة صغيرة مليانة. هضيف كمان بهارات محشي، دي بتيجي كده جاهزة من عند العطار، بتبقى حلوة قوي. هضيف كمان شطة، دي بقى اختياري طبعا حسب ذوقك لو انت حابة. وهظبط بقى الملح بتاعي وهبدأ بقى اقلب كل الكلام ده كده مع بعض. كل ده كده انا بقلبه على نار هادية. خلاص كده الخلطة بتاعت المحشي كده خلاص جاهزة معايا. شلتها بقى من على النار. وتعالوا بقى نعمل مع بعض ورق العنب. ورق العنب ده كان عندي في الفريزر، كنت مفرزاه معاكم قبل كده. هبدأ بقى ان انا اجهزه واسلقه. مسخنة كده مية بتغلي على النار، ضفت فيها شوية من الملح وحاجة بسيطة كده من الزيت. وهبدأ اضيف فيها بقى ورق العنب كده على طول. هفكه كده من الاسترتش زي ما انتم شايفين، وهضيفه على المية المغلية او على طول كده. تمام.
خلاص مش هياخد معايا وقت خالص، تقلبتين اتنين كده على الناحيتين وخلاص على كده، وهشيله من الميه. عايزه اقول لكم بجد، يعني لما بتكوني عندك الحاجه كده في الفريزر بجد بيسهل عليكي خالص، خصوصا لما تكوني هتعملي محشي. يعني انت كده نص الوقت بجد يعني استفدتي منه. خلاص كده او وفرتيه. تمام. خلاص كده ورق العنب كان اتسلق معايا، هبدا بقى اشيله كده على المصفى اصفيه. وهنا بقى كمان كنت مطلعه كده ورق كرنب من الفريزر برضو كنت مفرزاه، ومعايا بقى بتنجان ابيض، ومعايا الكوسه والفلفل، كل ده جهزته. زي ما قلت لكم النهارده هنعمل تشكيله كده من المحاشي حلوه جدا جدا، وكمان بطعم كده مميز، بطعم الفرن كده، حاجه كده في منتهى الجمال بجد. تعالوا بقى نجهز كده الصينيه اللي احنا هنرص فيها المحشي. قطعت كده بصلايه شرايح، وكمان طماطمايه كده شرايح زي ما انتم شايفين، رشت عليهم رشه فلفل ورشه من الملح، دعكتهم كده كويس، و رصيتهم كده في ارضيه الصينيه، وهبدا ارص عليهم المحشي. كنت حشيت بقى ورق العنب، وحشيت البتنجان والفلفل والكرنب والكوسه، كل حاجه كده كانت جاهزه معايا. هبدا بس ان انا ارصهم كده في قلب الصينيه. تقدري تعملي الموضوع دوت في طاجن او في صينيه تيفال زي ما انت عايزه. انا عملته في صينيه الومنيوم علشان يعني تبقى سهله، اللي ما عندوش حاجه غيرها يعني هيطلع برضو معاكي المحشي طعمه في منتهى الجمال. تمام كده، هرص بقى كده بالشكل ده. زي ما قلتلك المحشي بتاعنا النهارده بطريقه جديده وبطعم جديد كمان، طعمه مختلف تماما غير خالص اللي احنا بنسويه في الحله اللي احنا متعودين عليه. جربيه بالطريقه دي بجد هيعجبك جدا. طبعا في الوقت دوت انا كنت شغلت الفرن ولعتها علشان خاطر تبقى سخنه معايا، وادخل المحشي على طول على الفرن سخن. هرص بقى كمان اخر حاجه كده الكرنب زي ما انتم شايفين. شايفين بقى شكل الصينيه بجد يعني يفتح النفس ما شاء الله. تعالوا بقى كده نجهز الشوربه بتاعتنا. معايا كده الشوربه، انا كنت حايشه كده على جنب معلقتين من التسبيكه بتاعه المحشي، ضفتها كده على الشوربه بتاعتي علشان تدي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وحيقتها طبعا كده تمام. وهبدا اسقي المحشي زي ما انتوا شايفين، ما تكتريش خالص من الشوربه، يعني يا دوب تبقى كده واصله لتاني صف من تحت. تمام، لان تسويه المحشي في الفرن غير تسويه المحشي على البوتاجاز. خلاص هبدا بقى اغلفه كده بورق الفويل، وهقفل عليه جامد جدا لان هو هيستوي معايا على البخار. ولازم كده يعني تكوني قافلاه كويس جدا. هحط كمان ورقة تانية علشان ابقى متأكدة ان مفيش بخار هيطلع منه. اقفل بقى عليه كده كويس. تمام كده، ويلا بقى بينا على الفرن على طول. هدخله على الفرن، في الفرن على تاني رف من تحت. هشغل من تحت بس، لو عندك طبعا مروحة في الفرن شغليها على درجة حرارة 200. يعني هيقعد معايا تقريبا في الفرن من ساعة لساعة وربع. تعالوا بقى نفتح عليه كده بعد ما خلاص استوى. خلي بالك بقى كده وانت بتفتحي علشان ايديكي والبخار. عايزه اقول لكم ريحته بجد تحفه، كانت ريحته يعني بجد جميله جدا وقلب الشقه. بصوا بقى ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. تقدري طبعا انت تقدميه كده على سفرتك بالصينيه كده على طول. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، جربوه وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله. ورحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير.
فيديو جديد مع بعض النهارده. حط لايك للفيديو، يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى هعمل معاكم صينيه المكرونه بالبشاميل، بس ايه بقى، حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا بقى، غرقانه كده في البشاميل وطريه وجوسي كده، وكمان في نفس الوقت متماسكه، والخرطه بتطلع بخرطتها كده زي ما انتم شايفين. تعالوا كده نسمي بسم الله ونشوف مع بعض كده الطريقه. اول حاجه كده جبت طاسه كده على النار، ضفت فيها معلقتين من السمنه او الزبده زي ما انت حابه. بعد كده ضفت عليها البصل بقى، نزلت كميه البصل دول بصلتين متوسطين، فرماهم كده فرم ناعم في الكبه. هبدا بقى كده اشوح البصل لحد ما ياخد لون ذهبي كده بسيط معايا. خلاص زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدا انزل بكميه اللحمه اللي عندي كده. البصل اخد لون كده يعني ذهبي شفاف كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى كده باللحمه المفرومه وهقلب بقى لحد ما لونها يغير معايا. وبعد كده هضيف بقى التوابل بتاعتي. عايزه اقول لكم بجد طلعت طعمها تحفه، طريه جدا، بشاميل كده يعني غرقانه كده في البشاميل، بجد طعمها حلو قوي. اللي بيحب بقى المكرونه بالبشاميل بقى بالطريقه دي، يعني تبقى غرقانه كده في صوص البشاميل، جربوا بقى كده بنفس الطريقه، هتعجبكم جدا جدا. هنا بقى كانت اللحمه خلاص كده، هضيف لها التوابل. ضفت كده معلقه صغيره من الفلفل الاسود، كمان معلقه صغيره من السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمه، والملح. تمام، بس كده، مش هضيف حاجه اكتر من كده. هقلبها بقى وهسيبها كده مع نفسها لحد ما تستوي. هنا بقى كنت مولعه على المكرونه علشان تتسلق. ده كده كيس من المكرونه القلم. الميه حاطه طبعا فيها ملح بس، مش حاطه لها زيت، لان لو حطيت لها زيت مش هتمسك خالص فيها طبقه البشاميل. تعالوا بقى، هنا كمان كنت خلاص بقى كانت اللحمه استوت وانتهى من على النار. تعالوا بقى نعمل مع بعض صوص البشاميل. معايا كده في الحله زي ما انتم شايفين 3 معالق من السمنه، سبتها كده لما ساحت وسخنت خالص معايا، ونزلت بكميه الدقيق. دول كده 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار مليانين. هبدا بقى اقلب كده تقليب مستمر زي ما انتم شايفين، علشان يبقى يعني يبقى قوامه كده كريمي معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات. تقليب بقى كده مستمر طول ما الدقيق كده معاكي على النار. تفضلي قلبي كده فيه، ما تسيبوش ابدا وتروحي تعملي حاجه تانية، علشان طبعا ما يتلسعش منك. خلاص هقلب فيه بقى كده كويس لحد ما لونه يبقى ذهبي كده معايا. وبعد كده هنزل بلتر من اللبن. طبعا لو حابه تضيفي ما تضيفيش اللبن يعني يبقى كله لبن، حابه تضيفي نص لبن ونص شوربه، مفيش مشكله. نسيت بس اقول لكم ان انا حطيت مكعب مرقه اثناء ما كنت بحمر الدقيق، بيديها تيست حلو جدا. هضيف بقى هنا كده اخر حاجه رشه من الملح، رشه من الفلفل، ومعلقه من الملح. وخلاص كده هقلب بقى لحد ما قوامه كده يتقل معايا. انا عاوزاه ما يبقاش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي هتشوفوا دلوقتي كده معايا. اول ما يبدا يغلي كده ويعمل فقاعات هبدا اطفي النار على طول. تمام، طريقته سهله وبسيطه جدا. البنات اللي لسه مبتدئه لسه داخله المطبخ جديد تقدر تعمله بكل سهوله. اعمليه من غير ما تخافي خالص، بشاميل طريقته سهله جدا. اهم حاجه بس التقليب المستمر كده زي ما قلت لك. ده كده بقى القوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نجهز القالب اللي هنعمل فيه صينيه المكرونه. صينيه بقى ألمونيا بتاعت فرن، او طاجن بايركس كده زي ما انا عملت. انا حابه ان انا اعمله النهارده في طاجن بايركس كده، او في صينيه بايركس يعني. هبدا احط كده معلقتين كبار من البشاميل في ارضيه البايركس عندي. وبعد كده هحط نص كميه المكرونه، برضو حطيت عليها كده شويه من البشاميل لو لاحظتوا اهو كده. بصوا انا عايزاها كده تبقى طالعه معايا طريه كده وجميله، ويبقى صوص البشاميل كده فيها كده من كل حته. حطيت كده عليها معلقتين تاني من البشاميل، وحطيت بقى طبقه اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين.
برضو هضيف بشاميل تاني على اللحمة المفرومة. بصوا التكاية دي حلوة جدا 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 بجد. البشاميل بيطعم معايا اللحمة وبيخلي طعمها حلو قوي مع المكرونة. زي ما قلت لكم انا عايزاها كده تبقى غرقانة في البشاميل. ضفت كده حوالي معلقتين كده كبار من البشاميل كده على اللحمة. خلاص كده اخر حاجة بقى كده ضفت بقية المكرونة. هسوي بقى كده الصينية بتاعتي كويس. هنا بقى البشاميل اللي اتبقى معايا هضيف عليه حبايتين من البيض. كسرت عليه كده حبايتين من البيض، رشة فلفل اسود، والملح بقى طبعا ظبطيه. وهبدا اقلبه بقى كده كويس جدا جدا لحد ما البيض يختفي خالص كده تماما. ما تقلقيش خالص من زفاره البيض، مش هتبان ابدا لان احنا حطينا فلفل اسود عليه. بصوا بقى لون البشاميل بقى عامل ازاي بجد. يعني البيض بيفرق جدا جدا. انا بحب اعمله بالطريقه دي، بيدي وش حلو قوي قوي للمكرونه، بيبقى لونها طالع حلو قوي، وكمان في نفس الوقت قيمه غذائيه طبعا. خلاص كده صينيه المكرونه كده جاهزه معايا ان هي تدخل الفرن. تعالوا بقى نشوف كده طريقه التسويه. دخلتها كده الفرن على درجه حراره 200 على الصاجه بتاعه الفرن، ومش هشغل الشوايه خالص، هي هشغل من تحت بس. لو عندك مروحه في الفرن شغليها. وهنا بقى بعد ما خدت كده تشميعه كده معايا بدات رفعتها كده على الرف الوسطاني على الشبكه. برضو ما شغلتش الشوايه، وعايزه اقول لكم هي اخدت اللون ده كده من غير ما اشغل الشوايه. شايفين بسم الله ما شاء الله طالعه بجد تحفه، واخده لون حلو قوي قوي، وكمان طريه وجميله. وفي نفس الوقت الخرطه طالعه بخرطتها كده بجد حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم بجد طعمها كان في منتهى الجمال. اتمنى تجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. طريقتها سهله وبسيطه جدا للبنات اللي لسه مبتدئه وبتخاف ان هي تعمل المكرونه بالبشاميل. لا خالص، اعمليها وجمدي قلبك وادخلي كده المطبخ بقلب جامد واعملي. هتنجح معاكي ان شاء الله باذن الله. تعالوا كده نقطع كده مع بعض كده خرطه ونشوف هتطلع معانا عامله ازاي. عايزه اقول لكم على فكره هي لسه سخنه جدا، بس انا حبيت كده اقطعها معاكم علشان برضو تشوفوها. طالعه بقى الخرطه كده ما شاء الله سليمه، وفي نفس الوقت مكرونه كده طريه والبشاميل كده بصوا فيها من كل ناحيه. بجد كان طعمها ما شاء الله لذيذ جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير للقناه. السلام عليكم ورحمه الله.